وإذا قيل لأحد قالوا أنتم تريدون مجتمع منغلق، أنتم مجتمع قد أكل الدهر عليكم وشرب، ما عندكم إلا القرآن، وحدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة، ما عندكم إلا أحاديث وآيات. لا، اليوم الواقع العالم تطور. طيب وش تطور فيه؟ علمونا وش طورتوا المجتمع فيه. التطور عندهم أن ترمي المرأة المحجبة حجابها وأن تخرج بلا حجاب سافرة. التطور أن تكشف عن ساقها ونحرها وصدرها. التطور عندهم أن يتزاحم كتف الفتاة بالشاب. التطور عندهم أن تخلو المرأة بالرجل والرجل بالمرأة. التطور عندهم أن يقع الاختلاط. التطور عند كثير من هؤلاء. يعني هل يستطيع واحد منهم يقول والله عندنا علماء أفتوا بمنع تصنيع الدبابات، ولا أفتوا بمنع تصنيع الطائرات، ولا أفتوا بمنع تطوير الطاقة وبدائل الطاقة، ولا أفتوا بمنع الطب الاتصالي؟ أبدا. لكن دائما يظهرون للرأي العام في المجتمع أنه نحن مجتمع يعني نبغى نتطور، بس المشايخ هذولي والعلماء ذولي هم السبب الذي منعنا وحرمنا ولم يعطنا الفرصة في أن نأخذ دورنا بين مصاف هذه الأمم.